نهضري. انا ملي كنجي عنده انا بغيتي انا عندي بنيه كندخل عنده البيرو كيتصرف معايا شي تصرف ما كيدخلش ليا دماغي، شي تصرف بحال باغي يتصاحب معايا. فضيحة من العيار الثقيل، بطلها مدير مؤسسة تعليمية عتيقة بمدينة الدار البيضاء، متهم باغتصاب وتهديد 4 تلميذات داخل المؤسسة. قبل ما ندخلوا في التفاصيل دير معك ابوني وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. نرجعوا للقضية ديالنا اللي ثارت الغضب ديال الامهات واباء التلاميذ اللي كيقراو في هذه المؤسسة. يراعيو لينا، ما بقيناش بغينا مدير، حيت الا جابوا هاد المره مدير غادي يقتلوه الامهات، غيقتلوه الامهات. انا نقول لك ما غيخليوش يخدم. اللي والديهم كيطالبوا باقصى العقوبات لهذا المغتصب. علاش ما يقدرش يديرها؟ والسيده كتغوت لداخل، وحده اخرى كتغوت وكتقول لي ما يقدرش. شكون هذا خونا اللي غيغتصب لداخل؟ راه كاين غير هو في المدرسه، كاين غير هو اللي كاين. الحارس اللي غنقولوا حنا صلاح راه كاين ليه في المدرسه، مكلف بحليمه السعديه، هو الوحيد اللي كاين هنايا. اش غنقول الاساسي هو مو التهمه، هو مو المشكل. شنو الهضره اللي سمعتو دابا؟ الهضره اللي سمعتو الاغتصاب كان كيقولوا واحد وحده جوج، ولكن اللي كان مدخل عنده أربعة ديال الدريات اللي كان مدخل عنده. باش قلتي نختار هذوك 4 البنات؟ هو مني تزير على الاقسام تيقول لهم بغيت شي 4 الدريات يدخلوا ينظفوا ليا تمام النظافه اليوم. يعني هو اختار هاد البنات؟ هو اللي اختار هذوك البنات، اختار هذوك البنات، حكر عليهم حاشاك ويحيد لهم مسائل ديالهم. هما صغار معاه. والله يرحم الوالدين. واحد 3 تلميذات دخلهم المدير باش يجمعوا ليه الاداره، واصلا هذا الشيء في حد ذاته ما مقبولش، حيت التلميذه خصها تدخل تقرا ما تدخلش مع الاداره. بغيتيها كاع افرض جمع لك الاداره، وهذا الشيء زارعه لينا وزاره التعليم. عيط على الامهات، كاينه جمعيه الاباء، عيط على الامهات يجمعوا الاداره. حنا نشقاو بلاص على بنياتنا، كندخل دريه تجمع الاداره وتجمع بيت العساس الحريص العربي. راه هنا فين وكر ديال الاغتصاب. بغينا حقنا وبأقصى العقوبه، وحتى لا ما قدوش على ديك العقوبه يديروا اللي باغيين حنا يعطوه لينا باش يكون عبره. واش حنا العام اللي جاي لقاونا نهضروا في هذه المواضيع ديال الاغتصاب؟ كيفاش كاينه شي عافيه بلا دخان؟ خارج الشرطه الاداريه، خارج الشرطه العلميه، خارج مشكورين وكنشكروهم، حنا كنشكروهم داروا جهدهم. ولكن بغينا من المحكمه ملي يوصل عند المجرم بحال هكا تبردنا في الحكم، بحال هادو ما كيستحقوش 5 سنين 10 سنين 20 عام، بحال هذا اعدام اختي. فحال اي قضيه راي عام كينقسم لجوج. كاينين الناس اللي جاو من المدير من بيناتهم اطر ديال المدرسه اللي شكوا انه يقدر يرتكب جريمه بحال هذه. وانا كخدامه هنايا مع جمعيه الاباء وكنأطروا التلاميذ وعارفين السمعه ديال المدير، انا كان في هذا الشيء بحكم اننا لا هذا الشيء حنا بعدا جانا صدمه. واش المدير شاد هذه المدرسه وشاد هذه المدرسه والكارير ديال واحد 40 عام، غتجيب نيه غتقول لهم حكا المدير راه شدني وغنديروا حنا الفوضى؟ راه كاين شي حاجه سميتها الطب الشرعي، كاين يديروا التحقيق مع المدير وغيشوفوا هذا الشيء اللي واقع. تقدر يكون هذا الشيء مفتعل الدريه، راه حنا عارفين هاد البنيات هذا الوقت والمراهقه، فهمتي؟ انا مهم انا كان في هذا الشيء اللي دار، وكنطلبوا الخير يا البنيه يا المدير. حنا البنيات هي راه ما نبغيوش ليها الشهره، نعتبروها وحده من بنياتنا. تكون انا وغيوقع لولدي وكرا غنقدر ندير اكثر من هذه الفوضى، ولكن خاصنا نوقفوا على حقائق ونتاكدوا بان هذا الامر فعلا كاين. مساعده المدير انا تنستبعد هاد الاتهامات اللي هما اللي تلفقوا ليه، لانه اول حاجه مريض بالسكر، ثاني حاجه يعني بقى لي واحد 4 موا على التقاعد بنهايه الموسم الدراسي. تنستبعد هاد الاتهامات، والله ياخذ الحق في الناس اللي فوق هاد التهمه هذه. ولكن كاين القانون غياخذ مجراه، وكاين الفحص الطبي غياخذ مجراه، وفي نهايه المطاف غياخذ العداله غتاخذ مجراها. واش ممكن تكون مؤامره؟ لا شوف نقدر نقول لك انا والو، مؤامره ماشي مؤامره، كاين قانون وكاين الطب ولا غيتمثل المسائل. انا تعرف انا الشخصي الكلمه اللي نقدر نقول على قبل الاستداده انه انسان يعني رزين، انسان في السن ديال التقاعد، بقات لي 4 موا والسن السيد مريض تنبر، وانا تنقول بعيد على هذه المسائل هذه، والعلم عند الله.